ناس كتير بتسال ليه المفترض ان انا ابدا بالاكسل، وهل الصح ان انا اخد كورس كامل متكامل من وجهه نظر الناس، ايه الكمال من وجهه نظره ان هو ياخد كل البرامج، وان الكورس ما يكونش ناقص اي برنامج من البرامج اللي هو من وجهه نظره مهم. دايما بنرد على الناس دي وبنشبه اللسان بالشخص اللي هو راجع من عند الدكتور ومعاه شريط برشام فيه 10 حبات، اخذ ال 10 حبات دفعه واحده. في الحاله دي الشخص ده احنا بنسمي اللي عمله ده انتحار. ده بالظبط اللي حضرتك بتعمله لو انت اخذت البرامج بالسيكونس المنتشر للاسف الشديد، وسمعت الكلام بتاع تركب عجله ولا تركب عربيه مرسيدس تشبيها للاكسل بان هو عجله، وباقي البرامج اللي هي فيها اكواد زي الاس كيو ال زي البايثون بان هو العربيه المرسيدس. طبعا البرامج دي قويه جدا ما فيش كلام في ده، ولكن الظلم في التشبيه هنا للاكسل. ده اللي هيبان معانا من خلال الفيديو دوت. لو انت مهتم معانا بزنس كويشن بسيط خالص اسمه كالكوليت كوانتيتي باي كاتيجوري، احسب لنا الكوانتيتي لكل كاتيجوري. السؤال ده احنا هنجاوب عليه بالنورمال بتاع الاكسل العادي خالص، مفيش اي حاجه ادفانسد، ثم بعد كده هنجاوب عليه بالادفانسد اكسل، بعد كده هنجاوب عليه بالباور بي اي، بعد كده هنجاوب عليه في الاس كيو ال. طيب الكلام ده هيحصل ازاي؟ واحده واحده كده وتابع معانا. دلوقتي احنا عندنا سكيما بالمنظر ده، هنبدا نتفرج على مناظر التيبلز اللي عندنا. عندنا سكيما لسلسله محلات بتبيع منتجات معينه، فدي السكيما عندنا 1 تو ميني ريليشن شيب وميني تو ميني 1 تو 1، سكيما كبيره شويه او هي مش كبيره قوي الحقيقه. المهم انا عندي سم اوف تيبلز زي كده، وهبدا اتعامل مع التيبلز دي. طيب تعال نمشي مع النورمال اكسل البسيط اللي بيقول لك ايه بنشبهه بالعجله والكلام ايه الحقيقه مش صح خالص. واحده واحده. اول حاجه طريقه التفكير هي اهم من الاكسل واهم من السيكوال واهم من كل حاجه. سيبك من الكومنتس اللي بتتكتب في الفيسبوك بتاعت ايه اتعلم الحته التكنيكال دلوقتي، وانت كده كده لما هتروح مديرك هيملك وعاوز منك ايه. الكلام ده غلط بنسبه 200% مش 100%. والاهم من كده ان انت وانت بتشتغل بتفكر ان انت عقلك هو اللي يقول لك ان السؤال ده هيتحل باستخدام الجزئيه الفلانيه، باستخدام فيلو، باستخدام سم اف، باستخدام على حسب بالظبط هتستخدم ايه. لكن الناس اللي هي بتمشي بالسيكونس ده بنسبه 99% دايما بيبقوا محتاجين حد يقول لهم هو يعمل ايه. فعلى سبيل المثال لما يجي يتعامل مع الثلاثه تيبلز اللي قدامه دول، احنا عندنا ادي ده التيبل الكبير اللي هو فيه الكوانتيتي بتاعتنا، وعندنا هنا ده التيبل اللي هو فيه البرودكت بتاعتنا، وعندنا هنا ده التيبل اللي هو فيه الكاتيجوري. هم جايين كده من الداتابيز، ونفرض ان مفيش داتابيز واحنا شغالين على نورمال اكسل زي ما احنا متفقين، فهنيجي هنا كده نقول له الكاتيجوري مين، او اختصارا كده هنسميها كات ان مثلا. انا عايز اجيب هنا، عايز اجيب اسم كل كاتيجوري بدل ما يبقى عندي الكاتيجوري اي دي. طب سؤال، لازم تعمل كده بقى، دي طريقه المذاكره اللي بتفرق، دي السولف بروبلم يجي من هنا. يعني مفيش سيشنز معينه خاصه بالسولف بروبلم، لكن في طريقه تفكير في مشاكل هي دي اللي بتشرب حضرتك السولف بروبلم. فحضرتك ليه عايز تجيب اسم الكاتيجوري هنا؟ عشان بعد كده لما هاجي اعمل فيلو كاب جوه التيبل الكبير ده بيزد على البرودكت اي دي من هنا مع البرودكت اي دي من هنا، الاقي هنا كده اسم الكاتيجوري نيم، فخلاص اجيب معلومه الكاتيجوري نيم هنا كده وابدا احل الموضوع بتاعي. طب كلام ظريف جدا. طب يلا بينا نشوف الكلام ده. اجي هنا كده واقول له ايكوال فيلو كاب، هتفيلو كاب عليه، هتفيلو كاب على الكاتيجوري اي دي، هتفيلو كاب عليها فين؟ هتفيلو كاب عليها في التيبل ده. بعد كده اقول له كما، وبعد كده اقول له في الكولوم معلومتي في الكولوم رقم 2، وبعد كده اقول له زيرو، واقفل القوس واقول له انت هتلاقيني سريع شويه في الشغل مفيش مشكله، مش ده الهدف بتاعي ان انا اشرح لك فيلو كاب، احنا شرحنا الكلام ده قبل كده كتير. طيب هتيجي هنا كده هتجيب بقى المعلومه اللي ناقصاك، هتقول له ايكوال فيلو كاب، هتفيلو كاب عليه البرودكت اي دي، هتفيلو كاب عليه فين؟ طبعا فيلو كاب دي اخذت منك بقى سيشن من 2 من 3 لحد ما اتقنتها وعرفت امتى اصلا تستخدمها، وعرفت ايه اللي بيبوظها، ولما تبوظ نصلحها ازاي، ايه مميزاتها، ايه عيوبها. ده التعلم الصح. طيب المعلومه بتاعتي في الكولوم رقم 7، واقول له ايه؟ ادي هنا كده جبت اسمي ده كاتيجوري اي دي كاتيجوري نيم، واجي بعد كده اخد اسامي الكاتيجوريز دي كلها كنترول سي، واجي هنا كده بيست بقى واعمل لهم ريموف دبليكيت واقول له اوكي. كلام ظريف جدا.
عايز بقى اجيب قصاد اسم كل كاتيجوري الكميات بتاعته زي ما البيزنس طلب مني. حلو. طيب اجي هنا كده اقول ده الكميات بقى. هنا بقى هبدا اجاوب سؤال البيزنس. هتجاوبه عن طريق ايه؟ سم اف. ليه سم اف؟ اشمعنى سم اف؟ لازم بقى انت حضرتك تبدا تجاوب نفسك الاسئله دي. لو انت دارس سم اف صح، عقلك هيستدعيك ان انت تستعملها الاول. ممكن تغلط في السنتكس مفيش مشكله، بس لو انت واقف لحد هنا ومش عارف ليه سم اكس، في كارثه. حتى لو انت بتكتب سم اكس وانت مغمى عينك، في كارثه برضه. دي بقى طريقه التعلم اللي بتفرق. طيب فتيجي هنا كده حضرتك الرينج، فين الرينج اللي هندور فيه؟ والله حضرتك هتدور جوه الرينج ده. طيب حضرتك احنا هندور عليه بالظبط، الكرايتيريا اللي هندور عليها الكلمه اللي مكتوبه هنا. طيب لما الاقيها حضرتك هنصمم انهي رينج؟ هنصمم الرينج بتاع الكوانت، والباك سبيس واقفل الكوت، واقول له واجي هنا كده اقول له بوت ايه؟ بوت. بس سؤال البيزنس اتجاوب بمنتهى السلاسه وبمنتهى المرونه، مفيش ادنى مشكله. الفكره بقى هنا في ايه؟ الفكره ان لو حضرتك قعدت تحسبها فيلوكر ثم فيلوكر ثم ريموف دبليكيت ثم سم اف وتحفظ، هنا في كارثه. لازم في كل محطه من دول وانت بتعمل الفيلوكر الاولانيه، زي ما انا وقفت وسالت نفسي كده، حضرتك تقف وتسال نفسك برضه هو انا بعملها ايه؟ لازم ده التفكير في المشكله. يعني انا عملت الفيلوك اب، جبت اسم الكاتيجوري جوه تيبل انا مش هستخدمه، عشان خاطر هجيب اسم الكاتيجوري من التيبل اللي انا جبت فيه اسم الكاتيجوري بيزد على البرودكت اي دي جوه التيبل بقى اللي انا هستخدمه المره دي. وبعدين خدتهم عملت لهم ريموف دبليكيت وبعدين استخدمت سم اف. لو انت مستني تحفظ خطوات وان انت تستنى ده اللي هيقابلك في الحاله العمليه، فمجال داتا تحليل بيانات مش مناسب لحضرتك. طيب ده كده في السيكونس او في النورمال اكسل. تعال نشوف الموضوع لو انا شغال بالادفانس اكسل وهدخل معايا الباور كويري وهدخل معايا الداتا موديل وهدخل معايا الكلام الظريف ده كله. يلا بينا. اول حاجه حضرتك هتيجي هنا كده تعمل دي نورماليز للداتا بتاعتك عشان خاطر توصل للموديل اللي انت عارف ان انت المفروض توصل له. ان انا يبقى عندي وان ريليشن شيب 1 تو ميني بتوين الفاكت تيبل اللي هو السيلز اوردر ايتمز والتيبل اللي هو بتاع البرودكت. فتيبل البرودكت لازم أن يكون فيه معلومه الكاتيجوري. معلومه الكاتيجوري مش موجوده، موجوده في تيبل تاني اللي هو الكاتيجوري. انا هاجي من هنا كده بعمل حاجه بقى اسمها دي نورماليز. دي طبعا بتشرح لك على كذا سيشن ويعني ايه دي نورماليز، والداتا وير هاوس بتدايزن على ايه، والداتا بيز بتدايزن على ايه، وايه السبب اللي دي بتدايزن عليه، وليه السبب اللي دي بتدايزن عليه، وهكذا. موضوع متعمق شويه. الموضوع مش ان انت كام سيشن اكسل ويلا ننقل على الباور بي اي. اتمنى يكون الكلام واضح بالنسبه لك. انت هنا اتاسست صح. طيب ومعنى كلمه التاسيس صح ان عقلك بدا يستدعي الحل، حتى لو بيغلط اثناء الحل مفيش مشكله، المهم ان هو عارف ان ده طريق الحل. طيب هتيجي تمرج مع مين؟ امرج مع الكاتيجوري. ليه بمرج ده؟ عشان اجيب معلومه الكاتيجوري جوه التيبل بتاع البرودكت، واجي من هنا كده اعمل اكسباند واخد الكاتيجوري نيم واقول له اوكي. حلو. طيب اصبح كده المعلومه موجوده عندي. قافل كده اقول له كيب يا سيدي واروح على الداتا موديل اوصل الريليشن شيب بتوين التو تيبلز. انا اصلا من قبل ما اعمل ده طريقه تفكيري المفترض ان انا راسم دي في دماغي، وبعد ما رسمتها في دماغي رسمتها على ورقه الريليشن شيب اللي انت حضرتك شايفها. طيب جبنا هنا الكاتيجوري نيم مع الناس. هنبدا بقى ايه ناخد حته نعمل الميجر بتاعنا. نيجي من هنا كده ناخد ايه التوتال كوانت. هنحسب ميجر نقول له هنسميه توتال كوانت. ننطق بعض عشان السنتكس بتاعت اكسل واقول له صم دي الكوانت واقف. اقول له واجي من هنا كده اقول له بيفت تيبل سيس ورك شيت مش مشكله. هقفل دي كده وهاجي اظهر فيد ليست وافتح البرودكت كوانتيتي وافتح البرودكت واقول له اكتب لي الكاتيجوري واجي اجيب دي هنا كده كنترول سي واحطها جنب التاني واسال حضرتك اقول لك ايه رايك؟ قارن بقى، بس قارن بعد ما تعمل صوت هنا كده. بالظبط دي
هتلاقي الارقام اللي هنا هي الارقام اللي هنا. طيب نفس القصه لو انت هتحلها بالباور بي اي، هتوصل برضه تعمل دي نورماليز وتوصل للريليشن شيب دي كده، وتبدا بقى الموضوع هنا ايه، عايز تعمله كده، عايز تعمله كده، مفيش ادنى مشكله اهو، اتعمل زي التاني بالظبط. برضه في تيبل لو انت حابب يعني الموضوع يبقى في تيبل. ايه رايك في الكلام؟ زي الفل. طيب تعالى بقى نعمله على السيكوال. انت شخص اتاسست صح اكسل، واتمنى تكون فهمت بكلمتي معنى كلمه اتاسست صح ايه يعني. هتيجي هنا كده وهتقول له نيو كويز. يلا بقى نشوف الاوردرز اللي بتعادل اللي احنا عملناه ده جوه الايه السيكوال. اول حاجه اقول له سيلكت. سيلكت دي يعني هات في السيكوال يا شباب، اللي بتنطقه بتكتبه، يعني اللي بتقوله هو ده اللي هيجيب لك الحل. انت عايز ايه؟ عايز اول حاجه الكاتيجوري نيم. طيب كاتيجوري نيم بنفس السبيلنج اللي هي مكتوبه في الداتابيز، نفس السبيلنج بتاع اسم الكولوم يعني. تمام، مش شرط الكابيتالايز يعني، تعمل كابيتال تعمل سمول مش مشكله. تمام، برضه سيلكت شويه يمين، طالما انزل سم للكوانتي. عايز بقى الكوانتي، افتح قوس هنا كده. تمام، جميل، واقفل القوس. طيب از دي بنديها حاجه اسمها الياس نيم توتال كوانتي. جميل جدا. طيب هتجيب الكلام ده منين بقى؟ هتبدا تقول له فروم، من اسامي الجداول اللي ممكن يجي منها الكلام ده كله. اول حاجه هتيجي تقول له عندنا سكيمه اسمها برودكشن. طب انت سريع يا باشمهندس، انا مش فاهم منك حاجه، انا عارف انت مش مستحيل يعني اشرح لك السيكوال في 3 دقائق. طيب انا بس بشرح لك بس طريقه التعلم اللي تبدا بيها صح، ما تروحش تجري سيكوال بايثون باور بي اي اكسل، الكلام ده مش صح. طيب إيه من تيبل الكاتيجوريز، وهدي له اسم الياس نيم برضه اسميه مثلا كات. سو انر جوين دي ايكوال الميرج اللي عملناها في الباور كويري، وايكوال الفيلو كاب اللي عملناها في الاكسل العادي. انر جوين، هات انر جوين مع مين؟ مع التيبل بتاع البرودكت. دي كده الفيلو كاب الاولانيه. تمام كده. طيب مع التيبل بتاع البرودكت اللي هو اسمه برودكت، وهتدي له برضه الياس نيم هنسميه مثلا برو. جميل. قام جاي قايل له ايه بس كده؟ لا، ما انت ما قلتلوش بقى الشروط يعني هيعمل ميرج بناء عليه، او هيعمل خلط ما بين الجدولين على ايه؟ قل لما الكات دوت كاتيجوري اي دي من هنا ايكوال البرو دوت كاتيجوري اي دي من هنا. بس كده؟ لا، انزل كمان اقول له هنا جوين. حلو، هجوين كمان، دي بقى الفيلو كاب الثانيه. هجوين مع مين؟ هجوين مع السيلز اوردر اي. اوردر اي سيلز دي اسم السكيم. تمام، اديله برضه اسم او الياس نيم كده، اسميه ايتم مثلا. طيب اون لما اون دي كي وورد البرو دوت البرودكت اي دي ايكوال الايتم دوت برودكت اي دي برضه. طيب الكلام ده كله محتاج ان انا اعمل له جروب باي. جروب باي دي بتساوي ايه؟ بتساوي البيفت تيبل، بتساوي السم اف. ها طيب جروب باي مين يا فندم؟ جروب باي الكاتيجوري اي دي، سوري الكاتيجوري نيم. تمام كده. خلاص انا كده تمام، واعمل كده اولموست، طلع لي نفس الاجابه اهي زي ما حضرتك شايف. طيب نفهم ايه من الكلام ده؟ حضرتك محتاج كده او اوريدي كده انت فهمت ان وانت بيتشرح لك الاكسل، لو كل حاجه اخذت حقها، فيلو كاب امتى فيلو كاب، متى يتم استعمال فيلو كاب بدون حفظ، بدون حفظ. ايه اللي بيبوظ فيلو كاب؟ فيلو كاب ايه الليميتيشنز بتاعتها؟ بعد كده نقلت على ادفانس اكسل فبدا يتشرح لك ميرج، ويتقال لك ان هي بديله الفيلو كاب، ولكن هي ممكن تستخدم في اكتر من حاجه، مش زي فيلو كاب انها بتجيب معلومه من حته ثانيه، بل ممكن تستخدم للمقارنه ما بين جدولين، بل ممكن ان هي بتتغلب على الليميتيشن بتاع فيلو كاب، بل وشروط نجاحها ايه، وايه اللي ممكن يبوظها، ولما المفروض نبص على ايه. طيب
بعد كده اخدت الريليشن شيب، يعني ايه ريليشن شيب، يعني ايه داتا موديل، يعني ايه وان تو ميني. بعد كده بدات ابتدي ميجر باستخدام صم هنا، وبعد كده بيفت تيبل. فلما تيجي تبص هنا كده هتلاقي ان صم اف في الاكسل العادي ساوت البيفت تيبل في الاكسل المتقدم شويه ساوت الجروب باي في السيكوال. فصدقني لو كل حاجه واخده حقها من هنا والله لا ترتاح جدا هنا. انت ممكن تكون ايقنت هنا ايه، لا الكتابه دي كده ممله ومتعبه ومقرفه وشفتها ان هي كود وصعبه الى اخره. ده في حاله ان حضرتك عملت زي الناس اللي خدوا شريط البرشام دفعه واحده، ما تأناش في التعلم، ما اتعلمش بطريقه صح، كان بياخد الحاجه مش عارف هيستعملها في ايه، كان ملهوف على كم البرامج. لكن لو انت مشيت صح انت ممكن تتعلم السيكوال لوحدك الون، حتى لو انت من الناس بتاعت انا محتاج منك. تمام. طيب ممكن بعد السيكوال تاخد المحطه اللي بعد كده واتمنى يعني الا وهي البايثون. بس ده هيحصل امتى؟ هيحصل يا فندم لو حضرتك اوريدي ده والله ده اخد حقه شكرا. وهتسمع بقى كلام كتير من الفيسبوك، سيبك من الفيسبوك بتاع ايه، اتعلم الحاجات التكنيكال على قد ما تقدر، وكده كده مديرك هيمليك الطلبات اللي هو عايزها منك. نحلف بالله ان المجال ما هو فيهوش موديل انسر، المجال ما هوش الروتين اللي الناس بتقول عليه ده، مفيش فايده. فدي طريقه التعلم الصح. اتمنى ان انت تكون مهتم بالكلام ده. عندنا كمان 4 اسئله هنبدا نجاوب عليهم مجهزينهم على نفس الداتا. لو انت منتظر بلغنا في كومنت وقول لنا ايه الحاجات اللي عندك فيها نقطه ضعف وعايز فيها توضيح ونبدا نفوكس عليها الفتره الجايه. شكرا جدا ليكم، مستنيين حضراتكم في الفيديوهات.